لو انت اخصائي نفسي او معالج نفسي، شفت كام كورس او رحت كام كورس بيتكلم عن العلاج النفسي او بيتكلم عن الاختبارات؟ كتير مش كده؟ لكن عمرك شفت كورس ماسك البيزكس وبيحاول ان هو يديلك الاساسيات؟ لسه انا ما اعرفش هم قد ايه، هل الحاجات دي موجوده بشكل كبير وكفايه ولا لا، وهل في كورس لامم لك كل المعلومات دي كلها كده مع بعض بشكل واحد ولا لا؟ لكن كل اللي انا اقدر اقوله لك ان انا عملت لك كورس اسمه كورس الاخصائي النفسي المحترف، كورس اونلاين معاك مدى الحياه، هكون معاك خطوه بخطوه في شرح ان انت ازاي تعرف تكتب تقارير بشكل احترافي، وان انت كمان ازاي تعرف تعمل مقابلات بشكل احترافي. يا اخي ده انت لو حتى متمرس ممكن تكون المهارات دي ما بتبقاش عندك بشكل كافي، ممكن يبقى كل تركيزك وبس على ممارسه العلاج وعلى ممارسه الاختبارات. انا عايزه يكون عندك الاساسيات بتاعتك صح، عشان دي اللي هيخليك ان انت تعرف تبني شغلك وتكون متمرس كويس جدا سواء كان للعلاج النفسي او للاختبارات النفسيه. مش بس كده، انا شرحت لك خبرتي الشخصيه ازاي ان انت تعرف تعمل شغل جنب شغلك، ازاي تعرف تعمل سيستم كويس جدا لشغلك. وافتكر ان انا مش عايزاك تكون زيي، انا عايزاك تكون احسن مني. مش بس كده، انا لو جيت زودت اي دروس جديده انت مش هتدفع غير مره واحده بس، اللي هي الاول مره اللي انت بتحجز فيها الكورس. ما تفتكروش ان انا هكتفي بالموضوع بتاع المقابلات والتقارير وبس كده، اكيد في حاجات تانية هتضاف قدام، لكن دي الستيب الاولى من الكورس. وعشان تعرف اكتر تفاصيل عن الكورس هسيب لكم اللينك بتاع الكورس وكل التفاصيل تحت، ومعاهم كمان الواتساب، او ممكن تلاقي التفاصيل موجوده في البايو في الموجود في البروفايل. وكان معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي.